الموضوع انت تسالني عن اللهجات يعني اي نعم. بديت اللهجات وكيف كنت اتكلم فيها. البدايه كانت عندي ولد عم كان يسافر لجده وابو وامه في سوريا، وكان هو مشتري له مزرعه هناك وسكن هناك وصار يعني ساكن في سوريا. فكان ولد عمي دائما يروح هناك ويجي ويجلطني باللهجه السوريه يعني ويتكلم معي. فكنت انا ما اعرف سوريا ولا عمري سافرت سوريا ولا ادري شكل سوريا ولا اعرف اي حاجه عن سوريا. فكنت في مره من المرات اقول له يا سعود يعني تكلم معايا زي الاوادم، يا سعود الله يسعدك يا سعود، يا سعود فكني من اللهجه السوريه، تكلم معايا عربي عشان ابغى افهمك. ما في فائده الا تتكلم معي يعاندني. فمره من المرات جريته شفت اللهجه ماشيه معايا حلو. فلما انا جريته هيك يا خالي اللهجه السوريه زبطت معي الشغله. شلون والله ما بعرف. لا بعرف الشام ولا عمري نزلت على الشام انا ولا عمري رحت على الشام منو. وجيت مره هيك يعني بعد شيء اسبوع هيك انا عم جاري، ففت على ناس من اهل الشام يعني بمحل شاورما، وكمان هن ما صدقوا بنوب يعني قالوا لا امك من الشام ولا ابوك من الشام ولا قعدت بالشام شي 10 سنين ولا قعدت مع شوان لا بتعرف شي بالشام. شلون عم تحكي؟ ينعمل قلبك يا والله هيك حكوا لي. وبعدين انا رحت هيك يعني اشتغلت بمسرحيه، وكانت اول عمل مسرحي لإلي كان قدامي 1000 واحد يعني هيك بس جمهور شو يا خالي مصيبه. فاشتغلت قدامهم يعني هن، وكان التمثيل تبعي باللهجه السوريه على اني انا سوري وشغال هيك. سنة كم كان؟ الكلام هذا يا سيدي قبل يمكن شي 7 سنين. قبل 7 سنين هيك يعني بتذكر هيك بلكي يمكن 24 25 هيك بلكي والله ما بعرف. فالمهم يا استاذ انا لما اشتغلت هيك معهم كانت وقت البروفات هيك عم نشتغل، وكان في زلمه قاعد وعم بحكي هيك يعني باللهجه المصريه. طبعا انت تعرف السعودي لما بيتكلم باللهجه هي المصريه بجلس برضك وما يعرفش كده. فقلت له لا حاج قول كده ما تقولش كده. الله شفت اللهجه بسم الله ما شاء الله جميله قوي. طبعا في ظرف اسبوع انا حضرت الماجستير في اللهجه المصريه طبعا، وضربت ناس كتير برضك بومبا ما كانش مصدقين خالص ان انا سعودي، كمان مصريين والله العظيم مش مصدق. حضرت في دماغه والله. وكان واحد مصري كمان بيسالني يقول له انت سعودي ولا ايه؟ والله العظيم سعودي اهو الكارنيه بتاعي. قال وكمان وتقول كارنيه اللي هي بطاقه طبعا هنا في السعوديه ملوش كارنيه. قلت له ده الكارنيه بتاعي كمان كارنيه يا راجل انت مش سعودي والله العظيم اقطع دراعي وانت سعودي. فكتير يعني ضربوا بومبا، وكمان حصلت ظروف كتيره يعني بالنسبه للموضوع ده. فكنت قاعد مع ممثل كمان، الممثل ده برضك يعني جميل قوي بيعرف يتكلم بلهجات برضك. فقلت له انا عجبتني شغلانه منك يعني اللهجه العراقيه انت بتتكلم فيها ازاي؟ كان هو بيروح فين للاجئين دول اللي هم بتوع العراق، فكان يعني يقعد معاهم كتير ويكتسب منهم اللهجه. فقال له راي تحكي باللهجه العراقيه هم ما تحكي بيها من تحكي بيها من الخيشوم. شلون يا عمي؟ فهمت هاي اللهجه؟ قلت اي والله فهمت. هسه شلون احكي بيها هيك كذي؟ قال اي والله احكي بيها كذي. عيني هاي بغلط هاوع بيها والله حلوه حلوه والله اللهجه العراقيه مو اي والله. حافظ قصيده شيء عراقي؟ والله في موال عيني. لا رايد تسمع موال عراقي ما يا زهريات او شيء؟ اي والله بي هاي مال الشيعه. اي بس انا وسني يعني مو شيعي. رايد تسمع هاي الشيعيه؟ يا ريح الهاب وياك وديني ازور احباب غياب عن عيني سفرهم طال وانا بهالحال سفرهم طال وانا بهالحال يا ريح الهاب وياك وديني علي لو داب دلالي خلص بالآه والونة ابوي حسين فارقني خبر لليوم ما منه على النسمات يا ريح خليني اشوفن وين والياي دليني. هاي يعني موال شيعي بس انا سني مو شيعي والله عشان الجمهور يعني ما يشك اني انا والله شيعي. لا انا مو شيعي انا سني. في بعدين اجت اللهجات مال اللي هي الاردنيه. هذا اللهجه الاردنيه طبعا مش صعبه قريبه علينا هناك واحنا بنعرفهم. جماعه هيك طيبين. وبعدين اجت بعدها كمان معاها هي اللهجه الفلسطينيه بتعرفها؟ شو؟ اللهجه الفلسطينيه. تاني بتقول لك هذا ابو تيسير
اوكي هذا حكى لهم زهدي، انا بتجيب لها كمان تنكتين زيتون من هذا رام الله. تعرف رام الله؟ هاي اللي وحكى لها كمان بتجيب من عند من ناس من الضفه. بيجيبوا لها كمان طرشي ومخللات وهيك شغلات يعني. هي حكت لهم، انا ما بعرف والله. فكمان بعدين يجت الجماعه دي الناس السميحه دي الناس السودان يا اخي، والله ناس سميحه جديده حالك الله. بس والله باب مازن ده جاب لي سمراء هنا والله جاب لي جنان اصله ما ممكن يا اخي الواد ده. يا اخي ده ما ظريف الواد ده والله يا اخي، ما ممكن والله ما ممكن والله ما ممكن. انا والله ده الولد ده كلمت لي الحاجه فاطمه قالت والله ده واد يا اخي جاب لي جنان ده قدر وهيك والله غسل لي كم يا اخي. الله اسمع عليه والله الله تقول لي مشكله تضرب ليه الواد ده ولا تشوف ليه مشكله والله ده عمل له جنان يا اخي في دماغه ده. لا جاب لي جنان يا اخي عمل لي شنو يا اخي عليك الله ما اقول له والله. وبعدين يعني جت اللي هي اللهجه هذا كيف يعني افغاني قلقل كيف يعني طريقه حاجه ومال ولا سواق ديانا في ولا كيف يعني شيل بيتيخ واشيل شمام واشيل ولا خزرة وبي ولا عندك. وبعدين هو شغل بالليل ولا يسوي خبز لميس ولا بيا عندك هذا في بول قلابة حمص عرب. بعدين شغل بالسواق يعني بانشر شاي لاستك ولا غير زيت خالي سيارة. وبعدين يعني جت اللهجات هذه. بعدين اخر لهجة اللي هي جت طبعا هي ضربت السوق كله اللي هي ada mapi ada kulo lazim ada badin ada kulo ada badin ada pi ada sebudi ada kulo yung ada pi ijing masas pala sama badin ada pi hararo ada doktor kalau lazim si ibra toh mila la sama badin mapi sukuna ada kulo ada problem kalam ana sem sem